بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ أنا الدكتور أحمد رجب، ودي المحاضرة الثانية من مادة الترمينولوجي اللي هو علم المصطلحات الطبية. أول حاجة هنراجع الحاجات اللي فاتت. أول حاجة احنا قلنا إن أجزاء جسم الإنسان عبارة عن هيد يعني راس، والهيد بتنقسم إلى جزئين، فيشيال وكرينيال، والنك دي الحتة الضيقة اللي بتيجي بعد الهيد. وبعد كده هنخش على الترنك ككل. الترنك بينقسم الى ثوركس وابدومين وبلفيس او ابدومينو بلفيك كافيتي. كافيتي قلنا يعني فراغ، يبقى الفراغ الباطني الحوضي، يعني الاتنين مع بعض، البطن والحوض. قلنا ان الترنك ثلاث حاجات: ثوركس والابدومين والبلفيس. ثوركس بيفصلوا عن الابدومين الدايفرام الحجاب الحاجز، الدايفرام والبلفس اللي بيكون في الاعضاء التناسليه. وقلنا ان الابدومين بيكون فيه الاعضاء الباطنيه، هتلاقي المعده والقولون والامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه، الحاجات دي كلها في البطن. والثوركس قلنا ان فيه القلب والرئتين، تمام زي الفل كده. الابر ليم قلنا ان هو بيكون جنب الصدر وبينقسم لاربع مناطق: اول حاجه الكتف، تاني حاجه الذراع، تالت حاجه الساعد، رابع حاجه الهاند. هنحاول بقى النهارده نتكلم بالانجليزي او بالمصطلحات اكتر. يعني هنقول الابر ليمب، مش هنقول الطرف العلوي. الابر ليمب يعني شولدر، ارم، وفور ارم، هاند. والهاند قلنا بتتكون من بالم ودورزل. طيب بيتكون من الجلوتس اللي هي المؤخره والمقعده. معلش الكلمه دي صعبه فعشان كده ترجمتها، مع ان لسه متفق معاكم ان احنا مش هنترجم، بس مش مشكله. الصاي يعني الفخذ، الليج يعني الساق، فوت يعني قدم. وقلنا ان الفوت زيها زي الهاند بتنقسم لحاجتين: بلانتر، قلنا بلانتر بالبي يبقى بطن، بالم بالبي يعني بطن، دورزم او دورزل يعني ظهر في الايد والرجل. كده رجعنا على اهم الاجزاء في مناطق جسم الانسان. طب كلام جميل. ايه الرسمه دي بقى؟ ما هذه الرسمه؟ دي الاناتوميكال بوزيشن. الهيد اول حاجه بالترتيب يكون الانسان واقف erect او upright، تمام. يكون رقبته اكستندد ووشه فورورد وبطن ايده فورورد. انا قلت لك عايز تحفظها: بطن ايده فورورد مع زي وشه فورورد يعني الى الامام، ودراعاته، وبعدين تقول دراعاته جنبه، مش هنختلف. عايز تقول دراعاته جنبه الاول وبعدين ايده وبطن ايده لقدام، البالم از فورورد، مفيش مشكله. رجليه مفروده وبعدين القدمين على الارض، القدمين مضمومين وعلى الارض، القدمين مضمومين وعلى الارض، القدمين مضمومين وعلى الارض. يبقى كده كام حاجه؟ فيس واحد، 2 نيك اكستندد، 3 يعني ابرايد، او ممكن نقول ان هي رقم واحد مش هنختلف، 4 ايده جنبه، 5 بطن ايده لقدام، 6 رجليه على الارض. يعني 6 شروط، تمام زي الفل. طيب فاكر الصندوق ده؟ فاكره كده يعني ايه؟ قلنا كده اتجاه السقف يبقى سوبيريور، هنكتب الحروف الاولانيه وخلاص. سوبيريور تحت، انفيريور الناحيه دي، قلنا الناحيه دي غلط ولا ليفت؟ صح كده. اعكس، عشان احنا شرحنا المره اللي فاتت ان هو يدراعه اليمين، مش دراعك انت، دراع المريض اليمين اللي انت بتوصفه، وكده رايت. الوجه ده اسمه انتيريور، الوجه ده اسمه بوستيريور. كلام محترم. طب ليه بنراجع على الحاجات دي يا دكتور؟ انت اديتنا حاجات كودال وكرينيال، واديتنا اتجاهات ميديال ولاترال، واديتنا حاجات كتير جدا يا دكتور المره اللي فاتت. اشمعنى مراجع؟ ليه مراجع على الحاجات دي المره دي بس؟ عشان نحتاجهم كمان شويه. هنبدا بقى في موضوع الدرس بتاع النهارده. اول حاجه اسمها البلينز. يعني ايه بلينز؟ بلين اصلا كلمه لوحدها كده يعني مستوى، بالفلاحي بالعربي بالعاميه اسمها قطعيه. يعني ايه قطعيه؟ هنفهم دلوقتي. اول حاجه دي السكال، دي اسمها سكال، العظم ده اسمه سكال. اسمه ايه؟ سكال يعني جمجمه يعني سكال. دي جمجمه طفل لسه صغير. هتقول لي ليه يا دكتور؟ هقول لك علشان الحته دي فاضيه، دي الممبرينس، دي ممبرينس يعني غشاء، الغشاء اللي ما بيبقاش متجف العظم دي بيبقى بتاعت جمجمه الطفل. مش دي موضوعنا، دي معلومه جانبيه كده، دي جمجمه الطفل. المهم في الجمجمه عامه سواء طفل او راجل كبير شويه حاجات كده ايه متوصله ببعضها، واخد بالك من الحاجات دي؟ الحاجات دي اسمها ايه بقى؟ هناخدها في الموديول القادم ان شاء الله في الاستراكشر. اسم الحاجات دي اسمها سوتشر. كلمه اهي سوتشر. طب انت جايب الحاجات دي ليه يا دكتور؟ عشان ناخد منها مصطلحين: كرونال اللي هو اللي بالعرض ده اسمه كرونال، ممكن هترجمه لكم بس مش هترجمه علشان احنا اتفقنا هنتكلم بالانجليزي. اسمه كرونال، اللي بالعرض اسمه كرونا. طب واللي بالطول؟
اللي بالطول اسمه ساجيتال سوتشر. يعني دي لو دي دماغ انسان حقيقي بقى كبير كده هنقسمه بالطول ساجيتال، هنقسمه بالعرض كده اسمه كرونال، هنقسمه بالطول يبقى ساجيتال، هنقسمه كده يبقى كرونال. ليه يا دكتور كرونال؟ عشان دي نفس المستوى بتاع الكرونال سوتشر. طب ودي ليه يا دكتور اسمه ساجيتال؟ عشان عشان هو بيقطع في الساجيتال بلين، في الساجيتال سوتشر، في الاتجاه اللي شبه الساجيتال سوتشر. تمام. طيب ليه يا دكتور برضو؟ يعني انت جبت لنا خلاص عرفنا ان انت خطير ومالكش حل، وجبت لنا كرونال الاول عرفتها لنا عشان تقول لنا ان المستوى ده اسمه كرونال والمستوى ده اسمه ساجيتال. شكرا يا دكتور. ليه بقى بتشرح لنا الحاجات دي؟ علشان اوريكم الحاجات دي ايه. احنا عايزين نقطع الراجل ده اهو اللي على اليمين ده اهو، استنى مش هوري لكم عليه، الراجل ده اهو عايزين نقطعه ساجيتال بلين. هنقطعه ازاي؟ هنجيب سكينه كده ونروح قاطعينه بالطول، صح قطعناه بالطول، فيروح الراجل طلع لنا ايه؟ نصين كده احنا قسمناه ساجيتال بلين، بقى نص الناحيه دي ونص الناحيه دي. احنا قلنا الناحيه دي اسمها ايه اللي احنا لسه مراجعينها على ايدك اليمين، بس دي ايد الراجل هين الشمال، صح كده؟ يبقى دي اسمها ليفت. طب والناحيه دي اسمها رايت. يبقى الساجيتال اهو ساجيتال، يبقى الساجيتال بلين بيقسم الانسان لليفت ورايت سايد، بيقسم الانسان لليفت ورايت سايد. طيب تمام يا دكتور. في بقى حته مهمه، هو الساجيتال ده بيقطع الانسان بأنهي اتجاه؟ يعني لو احنا قلنا ان هو هيخش كده او الجزار هيقطع الانسان ده، هيدخله ازاي؟ هيدخله من قدام لورا، صح؟ يبقى البلين نفسه بيقطع الانسان من قدام لورا، بيقطعه من قدام لورا، بس بيقطعه الى نصف ايمن ونصف ايسر، نصف ايمن ونصف، بيقطعه لنصين، نص يمين ونص شمال، بس البلين نفسه المستوى نفسه بيقطعه من قدام لورا. تمام. وكرونال بيقطعه من الجنب للجنب، ممكن نقول من الرايت للليفت او من الليفت للرايت او من الجنب للجنب، من فروم سايد تو اذر. تمام زي الفل. طب انت قلت لنا يا دكتور ان الكرونال بلين في الحته دي كده، صح؟ في الدماغ هنا كده، عشان دي احنا موقفينه بجنبه فبالتالي شايفين، صح؟ لو احنا قطعنا الراجل ده كرونال بلين هيحصل له ايه؟ نقطعه كرونال بلين يا دكتور اهو. مش انت عايز نقطعه كده يا دكتور؟ نقطعه كرونال بلين، نجيبه كده اهو. لا فكر معايا بقى. احنا خدنا الوجه الامامي دي اسمه ايه؟ الناحيه اللي قدام اسمها ايه؟ الشاطر اللي هجاوب انتيريور، صح. برنس اللي جاوب، دي برنس اللي هو 10 من 10 ونجم. والناحيه دي اسمها ايه عكس الانتيريور؟ بوستيريور. طب كلام محترم وكلام زي الفل. يبقى كرونال بلين، نكتب لك كرونال تحت هنا عشان ابقى ان شاء الله ابعت لكم البي دي اف ده ان شاء الله على القناه، قناتنا على التليجرام هسيبها لكم في الوصف، اللي عايز الملف يخش ان شاء الله هيلاقيه موجود. كرونال بلين، نكتب لك بلين كمان، بيقطع الانسان او بيقسم الانسان لنصين، نص امامي ونص خلفي. نص الامامي اسمه انتيريور ونص خلفي اسمه بوستيريور. تمام. طب تقدر تقول لي بيقطع الدماغ لايه؟ فيشيال وكرينيال. برنس بقى اللي جاوب دي بجد برنس، برافو عليه والله، دي بجد ملوش حل. ماشي. طيب قلنا ان الساجيتال بيقطع من قدام لورا. طب حلو. الكرونال قلنا بيقطع من اليمين للشمال. طب بيقسم الانسان لايه؟ قلنا ان الساجيتال بيقسمه ليمين وشمال، الكرونال بيقسمه لقدام امام وخلف. الله ينور عليك. انت لو فهمت الكلام ده يبقى انت بص برنس. طيب كده احنا قسمنا الانسان بطول، شقناه نص يمين ونص شمال ونص قدام ونص ورا. في واحد بقى محنك فاكر على الثلاثه عبده، واحد منهم اللي مش عارف مين ثلاثه عبده يرجع للحصه اللي فاتت. واحد من ثلاثه عبده المحنكين قال لك طب انا مش عايز اشقه لا بالطول ولا بالعرض، انا عايز اشقه بالنص. يعني ايه؟ يعني هقطعه من هنا كده او هقطعه من هنا كده. طيب قلنا له طيب ماشي يا عم الحاج، هتخوفنا يعني اقطعه؟ فقال لك ماشي هقطعه لك، انت بتهددني يعني؟ اهو قطعناه. دي بقى عمل سيكشن اسمه ايه؟ لو قلنا ان ده فيرتيكال او لونجيتيودينال يبقى ده ايه؟ عكس اللونجيتيودينال. عكس اللونجيتيودينال بسرعه، مين اللي هيقول؟ ترانسفيرس. في واحد جار هورزونتال، صح برضه، يبقى ترانسفيرس او هوريزونتال. طيب يا دكتور كده انت وريته لنا بشكل 2 دي، احنا مش شايفين ايه اللي حصل. يعني لما الانسان ده اتقسم بالنص بالطول، ولما الانسان ده اتقسم لقدام ورا، ولما الانسان ده اتقسم من نصه كده من بطنه، هيبقى شكلهم عامل ازاي؟ انا هنستفاد بها ايه؟ هنستفاد بها ايه في الاشعه ان شاء الله. لما تيجي تاخد الاشعه هيقول لك ده الحته دي اسمها ساجيتال بلين في السكال في الدماغ، دي اسمها كرونال بلين في السكال في الدماغ، اشعه المخ والمقطعيه والحاجات ديت. دي اسمه ترانسفيرس سيكشن في الارم مثلا في الدراع، ترانسفيرس سيكشن في الصاي مثلا في الايه فخذ. تمام. دي لما بقى نشق الانسان بالثلاث طرق، لما نقطعه بالثلاث طرق، مين اللي هيقول لنا دي انهي اتجاه؟ يعني ده انهي بلين في البلينز؟ دي الساجيتال. خليك ناصح، اساسا انا حاطط الساجيتال اول واحد في الصوره اللي فاتت، فاكيد هحط لك الساجيتال اول واحد هنا، شغل دماغك معايا. يبقى دي
الساجيتال بلين قسم الانسان لنص يمين ونص شمال. طب ازاي يا دكتور عرفت ان النص اليمين؟ اولا ده نص المخ، هتاخدوا المخ بالظبط، وفي المحاضره الجايه ان شاء الله اشرح لكم المخ وتكوين المخ والنص اليمين والنص الشمال والحاجات دي ان شاء الله. المناخير اهي، دي مناخيره، دي بوجه ودي لسانه. تصدق يا دكتور دي قلبه، دي الاذين بتاع القلب، دي شويه شرايين اللي داخله القلب، دي شكلها الكبده يا دكتور. انت برافو عليك، انت شاطر. طب دي الاستومك بقى يا دكتور جنب تسلم. دي الفقرات بتاعه الظهر، فالعمود الفقري مقسومه نصين برضو. تمام، فكده باختصار احنا عرفنا دي النص اليمين او النص الشمال بتاع الانسان. تمام. طب ودي يا دكتور بقى الراجل ده اهو، هنعتبر ان الراجل ده اهو دي الانهي سيكشن، هقول لك دلوقتي. الراجل ده واقف اهو بجنبه، فاحنا قصيناه بالطول، فاحنا لو بصينا له من الناحيه دي قصيناه كرونال بلين، لو بصينا له من الناحيه دي هنشوف ايه؟ هنا هنشوف يا دكتور الحته اللي قاطعينها، هنشيل مثلا نص القلب فهنشوف نص القلب الثاني اللي ورا، هنشوف مثلا نص العمود الفقري او العمود الفقري على حسب انت قاطع منين يا دكتور، هنشوف نص المخ اللي ورا صح، هنشوف نص الامعاء اللي ورا، وممكن نشوف الكليه عشان الكليه ورا صح، هنشوف الطحال ممكن برضه، هنشوف نص الرجل اللي ورا، هنشوف واخد بالك معايا، وهنشوف الدراع برضه نص الحته دي من الدراع. طيب نروح بقى للسكشن اللي احنا كنا جايبينه. ده راجل كان واقف بجنبه كده، فاحنا قصيناه بالكرونال بلين، قصيناه بالطول وبصينا كده، فشفنا نص البرين اللي ورا مع حته من ودان. دي عظمه مقطوعه يا دكتور صح، دي عظمه ثانيه مقطوعه يا دكتور صح، دي بقى الرئه مقطوعه يا دكتور صح، دي الكبد مقطوع يا دكتور برافو عليك، عشان الرئه الكبد في الناحيه دي الناحيه اليمين، دي شمالك يبقى دي الناحيه اليمين صح كده، دي الناحيه اليمين. ايه دي بقى يا دكتور؟ دي الكليه. دي ايه الكليه؟ دي الحوض، دي العمود الفقري، دي الصاي او الفخذ، دي الركبه اهي. تمام. طيب يا دكتور كده احنا عرفنا الكرونال والساجيتال. مين دي بقى؟ مش في واحد اسمه عبده من العبدوهات قال لك انا هشقه بالنص صح، هشقه بالنص كده بالعرض من هنا كده، فلما نيجي نشوف السلايد الجايه هنلاقي دي واحد مقصوص من قدام، ده العمود الفقري بتاعه يا دكتور، ده العمود الفقري، ودي العظمه بتاعه القص، عظمه القص سترنم بالانجليزي مش عليكم دلوقتي، ودي اسمها فيرتبري هناخدها الحصه الجايه او في الموديول الجاي ان شاء الله. طب ايه ده يا دكتور بقى؟ ايه ده يا دكتور؟ حاجه يفصلها جدار ودول تجويفين، تفتكر ان ممكن يكون القلب؟ هو فعلا القلب شاطر دي القلب فعلا، انت شكلك دكتور. طيب مين دول يا دكتور؟ دي الرئه مش دي القلب، يبقى دي الرئه بديهي يعني، ودي الرئه. تمام. مين دول بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي القفص الصدري. القفص الصدري متكون من ريبس او ضلوع او اضلاع. طب ايه اللي ورا ده يا دكتور لو سمحت؟ اللي ورا الحاجات اللي ورا دي مش البيضه الحمراء، دي ماسلز، دي اللحمه اللي هناكلها ان شاء الله في الحيوانات، ما بناكلش بني ادمين يا اخوان. ماشي يلا نقرا بقى الموضوع بسرعه. بيقول لك الساجيتال بلين اهو، بص عامل لك ايه؟ بس هنا بيقول لك يا دكتور 100 ساجيتال، وهنا ساجيتال، وهنا ميديان، وهنا ميديان بلين. نرجع للسلايد بتاعتنا الرئيسيه، احنا قلنا ان ده الساجيتال صح. طب في واحد بقى عايز يقطع من الحته دي، واحد من العبدوهات بتوع المره اللي فاتت نقول له ده اسمه بارا ساجيتال. بارا يعني بجوار، بارا دي يعني بجوار، ساجيتال يعني الساجيتال يعني المستوى ده او الموازي للمستوى ده. تمام، يبقى اسمه بارا ساجيتال. طب قال لك يا دكتور في ميد ساجيتال. ايه ميد ساجيتال؟ ميد اللي هي بتتكتب كده، مش احنا خدنا ان الميد لاين في الاتجاهات المحاضره اللي فاتت ميد لاين يعني في النص بالظبط صح. الميد ساجيتال هو الساجيتال بلين، احنا ممكن نقول دي ساجيتال بلين ودي ساجيتال بلين ودي ساجيتال بلين ودي ساجيتال بلين ودي ساجيتال بلين. اللي هون فيهم ميد ساجيتال اللي في النص دي بالظبط هو الميد ساجيتال. الساجيتال بلين او البارا ساجيتال يعني اللي جنب الساجيتال او البارا ميديان. الميديان دي يعني اللي في المنتصف بالظبط، البارا ميديان يعني جنب، ميديان او ميد لاين نفس المعنى، ميديان ساجيتال يعني اللي في النص بالظبط. يبقى هي عباره عن كلمه انت عارفها وعارف معناها وعمال تلف وتدور حوالين نفسك بالظبط كده. المهم انت تعرف الاساس وانت شكل براحتك. طيب بيقول لك اهو، بيقول لك ان المستوى ده، المستوى اللي هو الساجيتال بلين، المستوى ده اللي هو الساجيتال بلين بيباص من الانتيريور للبوستيريور. قلنا ان هو بيقطع من قدام لورا صح، وبيقسم الانسان لنص يمين ونص شمال اهو. هيقول لك ان هو بيمشي من قدام من الامام الى الخلف، بيمشي من الامام الى الخلف اهو. استنى نعملها لك نظبطها لك ونخليها لك شكلها حلو، من الامام الى الخلف. وفي الميديان ساجيتال بلين بيقسم الانسان لنصين متساويين. احنا قلنا نصين متساويين، احنا قلنا ان الميد ساجيتال دي اللي في النص بالظبط، والميديان يعني في النص بالظبط، فالنص بالظبط هيقسموا لنصين متساويين. عارف انت اللي هي البديهيات، كلمه بيقول لك معناها تاني بطريقه تانيه، نفس الفكره. بيقول لك لو البلين اللي هو الساجيتال بلين ده بيقسم الانسان لنصين متساويين، هاف يعني نص، هافز يعني نصين، يبقى اسمه ميديان ساجيتال بلين او ميديان بلين او ميديان ساجيتال بلين. كرونال او الفرونتال. طب انت ما قلتلناش فرونتال دي يعني يا دكتور؟ طب استنى يا دكتور انا فاكر، فرونت دي يعني امام، وقال دي يعني صفه، فرونتال عشان بقى المفروض يبقى بعده كلمه بلين
عشان المفروض يبقى بعده كلمه بلين. انت بدات تبقى دكتور يا ابني، والله بدات تبقى دكتور. مين الدكتور الشاطر اللي بيشرح ليه بقى الاسم ده يتسمى كده؟ نروح بقى نرجع للسلايد بتاعتنا. شايف العظمه الاماميه في المخ، العظمه الاماميه في السكال، شايف العظمه الاماميه في السكال دي ودي، دي اسمها فرونتال بون. فرونتال. طب اسمها ليه فرونتال؟ عشان هي الاماميه، اسمها العظمه الاماميه. في اللغه العربيه الفصحى اسمها الناصيه، مقدمه الراس. فرونتال بون، بون يعني عظمه، كلام محترم. فرونتال بون. فلما نيجي نقطع الحته ديت يقول لك ده فرونتال بلين او كرونال بلين، عشان هيقطع في الكرونال لاين، واخد بالك؟ الكرونال سوتشر. تمام. طيب بيقول لك ان الكرونال او الفرونتال بلين ده المستوى او القطع اللي بيمشي، اللي بيمر من الناحيه للناحيه الاخرى، يعني من رايت للليفت او من الليفت للرايت خلال الجسم. كلام محترم. وبيقسم الجسم لنص امامي ونص خلفي. تاني نرجع للإصلاح اهو، قاسم الجسم لنص امامي ونص خلفي، وهو جايب العرض كده، واخد بالك معايا؟ هو جاي كده وقاسم الانسان لامامي وخلفي، وشرحت لك الكرونال وشرحت لك وقصت لك البني ادم. عايز حاجه ثانيه؟ اي خدمه. طيب البلين الثالث الهوريزونتال. مش انا قلت لك اللي قال عليه هوريزونتال شاطر؟ برافو عليه. هو طلع فعلا شاطر وبرافو عليه. او ترانسفيرس بلين. ترانسفيرس يعني عكس فيرتيكال. فيرتيكال يعني عمودي او راسي. ترانسفيرس يعني عرضي او افقي. ده هنقول ايه بقى؟ ايه صفته؟ يعني هو لا بيجي من قدام لورا ولا بيجي من الجنب للجنب الاخر. دي بيجي ازاي يا دكتور؟ نوصفه ان هو عمودي على المحور بتاع الانسان. ده المحور بتاع الانسان، الاكزيال او الاكزيون، هو عمودي على الاكزيون. نرجع تاني بقى، بيقول لك اهو باسنج ثرو، بيمر خلال الجسم بزاويه قائمه. رايت يعني قائمه كده، ابرايت يعني منتصب او قائم او ريكتد، واخد بالك معايا؟ زاويه قائمه لايه بقى؟ ممكن نقول للاكزيال، صح. ممكن نقول ده المستوى ده عمودي، يعني المستوى اهو في مستوى كده وفي مستوى كده وفي مستوى كده. فاكر انت محور اكس وواي، اكس وواي وزد؟ مش كنا بناخد في الهندسه الفراغيه ايام الثانويه العامه وايام الاعداديه ان كل المستويات دي عموديه على بعض؟ يعني ممكن نقول ان محور زد عمودي على محور اكس عمودي على محور واي، وكلهم عموديين على بعض. بالظبط كده. الهوريزونتال بلين او ترانسفيرس بلين ده عمودي على كرونال بلين، لانه لما تيجي تشوفه كده هتلاقيه عمودي، يعني المستوى اهو هجيب لك صوره جايه مع كل المستويات مع بعض عشان الحته دي توضح اكتر. يبقى ترانسفيرس جاي على الاكزيال قطعه بالنص، وعمودي على اللي بالطول، وعمودي على الافق اللي بيجي من الجنب للجنب، اللي بيجي من الكتف للكتف ده هو عمودي عليه، وعمودي على اللي بيجي من فوق لتحت. اللي بيجي من فوق لتحت اسمه ايه؟ اللي هو بيقسم الانسان لنص يمين ونص شمال، اسمه ساجيتال بلين. ميديان ساجيتال بلين، هو عمودي على الميديان ساجيتال بلين، وعمودي على الكورونال بلين. الكورونال بلين او الفرونتال بلين. فبيقول لك ان المحور ده اهو الهوريزونتال او الترانسفيرس بيكون بزاويه عموديه على الفرونتال والميديان بلين. بيقسم الجسم لايه بقى؟ احنا قلنا اللي فوق سوبيريور وانفيريور. ممكن نقول ابر زي ما بنقول على الابر ليم الطرف العلوي، ولور. يبقى بيقسم الجسم الانسان لابر ولور او سوبيريور وانفيريور. كلام محترم. هو قال لك ابر ولور. تمام. بيقول لك ان المستوى ده ممكن يمر باي فقره من فقرات جسم الانسان. ممكن نقطعه هنا، 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 ممكن نقطعه مش بس الفقرات، ممكن نقطعه في الدماغ كمان، ممكن نقطعه فوق خالص، ممكن نقطعه تحت في الرجل. Transverse. This plane may pass through the level of any of vertebra. vertebra يعني فقرة من جسم الإنسان. فقرة من جسم الإنسان اسمها فيرتبرا. طب ولمبر يعني يا دكتور؟ هنا كاتب لك لمبر. لمبر يعني قطنية. طب يعني إيه اللي واحد يا دكتور؟ ال يعني كلمة لمبر، أول حرف في كلمة لمبر. 1 يعني الفيرست 1. احنا عندنا 5 قطنية من 1 ل5 صح؟ بس يبقى ال 1 و 2 و 3 و 4 و 5 أو الثلاث صور أهو. يبقى دي الساجيتال، دي الكرونال، دي الترانسفيرس أو الثلاثة مع بعض أهو. لي بص، شايف ده الحتة دي اللي هو الإيه؟ كرونال مع الساجيتال يعملوا زاوية قايمة، يبقى كده اسمه عمودي. والترانسفيرس اللي هو الأفق ده مع الساجيتال يعملوا زاوية قايمة. كده احنا قلنا كرونال مع الساجيتال عمودي على عمودي. هو عمودي كمان بس مش مشكلة نرسمه لكم ده، احنا عندنا للحبايب. ادي الكرونال وادي الترانسفيرس، زاوية عمودية كمان اهي. اي خدمة. يبقى كده احنا فهمنا ازاي الثلاثة عمودي على بعض، محور كده ومحور كده ومحور كده. تمام. رسمه كمان اهي. طيب يبقى كل البلينز اول بلين ساجيتال وكرونال وترانسفيرس. الساجيتال بيعدي من ورا لقدام، الساجيتال بيعدي من ورا لقدام بيقسم الجسم لنص يمين ونص شمال. الكرونال بيمر موازي للكرونال بلين فبيقسم الجسم لقدام وورا انتيريور وبستيريور. ترانسفيرس بيقسم الجسم عمودي على المحورين التانيين وبيقسموا فوق ابر ولور. تمام.
تمام، ممكن يقطعوا عند اي مستوى من مستوى الفقرات، مفيش مشكله، وكمان غير الفقرات. هنا هناخد بقى الموفمنتس او الحركات. دلوقتي احنا عرفنا اعضاء جسم الانسان وعرفنا مستوياتها وتقطعاتها والحاجات ديت، هنعرف بقى اسماء الحركه بتاعتها. عشان انت كنت بتاخد في الاحياء انقباض العضله وانبساط العضله، تتني ايدك، تفرد ايدك، تحرك راسك، تحرك جسمك، الحاجات دي. طيب دلوقتي اول حاجه نبدا بيها مصطلحين، مصطلح اسمه فليكشن ومصطلح اسمه اكستنشن. هنعمل لك الرجل اكستنشن ونعمل لك الايد فليكشن. تمام، اكستنشن كلام حلو. هنعمل لك الايد فليكشن يعني تاني، اتني ايدك، اتني دراعك، اتني دراعك يعني فليكشن، اتني دراعك، اتني دراعك، اتني دراعك، اتني دراعك يعني فليكشن، اتني دراعك يعني فليكشن، اتني دراعك يعني فليكشن، اتني دراعك يعني فليكشن. طيب هو ايه الفليكشن؟ عايزين باسلوب علمي شويه يا دكتور لو سمحت. فليكشن هو ان الانتيريور سيرفيس، هنعتبر ان ده وش الانسان، ده عينه اهي ودي مناخيره، فمعنى كده ان دي وشه. فهو الانسان لما يجي يجرب وش ايده، وش او ممكن نقول البالم بتاع الهاند، البالم بتاع الهاند، بالم بتاع الهاند للدراع، للكتف، للشولدر. البالم لما يجرب للشولدر، او ممكن نقولها بطريقه تانية. يعني ايه يا دكتور؟ يعني نقول ان الانتيريور سيرفيس، ان ده انتيريور سيرفيس اوف ذا هاند، او انتيريور سيرفيس اوف ذا ارم، او انتيريور سيرفيس اوف ذا فور ارم. الانتيريور سيرفيس بتاع الارم اهو، الانتيريور سيرفيس بتاع الفور ارم اهو. تمام، فلما نجرب الانتيريور سيرفيس ده اللي هو بتاع الايد بتاع الفور ارم للارم، يبقى اسمه فليكشن. تو انتيريور سيرفيس يجربوا لبعض. طيب يا دكتور معلش انا بحب الرياضه شويه، ينفع تشرحها لي بطريقه رياضيه شويه؟ ده احنا عنينا، ده احنا عنينا اللي بيحبوا اللي داخلين كل الطب بالغلط دول. بص يا دكتور، في هنا زاويه، لا نجيب لك لون تاني عشان تشوف. في هنا زاويه، الزاويه دي لما تقل يبقى اسمه فليكشن. لما الزاويه تقل بين تو انتيريور سيرفيس يبقى اسمه فليكشن. لما يقل بين تو انتيريور سيرفيس يبقى اسمه فليكشن. طب يا دكتور لو لقيت فليكشن الفرد بتاعها اسمه ايه؟ اسمه اكستنشن. ما احنا حاطينهم مع بعض ليه؟ عشان الثاني الفرد عكس الثاني، فمعنى كده ان ده اسمه اكستنشن، صح؟ طيب يا دكتور ماشي، انت جيت عند الرجل، هنعتبر ان دي الركبه. هل يا دكتور ان الركبه لما نيجي نتنيها هنتنيها لقدام؟ مش دي الانتيريور سيرفيس بتاعها يا دكتور؟ صح. ودي الانتيريور سيرفيس بتاع السايد، صح. بس الركبه ما بتنتنيش قدام يا دكتور، يبقى اسمها، يبقى ملهاش فليكشن؟ للاسف بقى غلط. القاعده المخالفه الوحيده لقاعده الفليكشن، فليكشن قاعده كل الانتيريور سيرفيس يجربوا لبعض، او الزاويه بين الانتيريور سيرفيس الاثنين تقل، او المفصل يتحرك في الاتجاه السهل له. دي تعريف مش دقيق بس اللي هو ممكن تفهمها. يعني ايه؟ يعني الاتجاه السهل بتاع الكوع، لو انت في الاناتوميكال بوزيشن هيبقى الايد مفروده جنبه هنا، صح، والبلم لقدام. السهل ان الكوع يتحرك لفوق، يبقى ده اسمه فليكشن. بس دي تعريف غير دقيق، انا بقول لك اهو دي تعريف غير دقيق، دي من باب تبسيط المعلومه عشان نفهم. طيب يبقى عرفنا ان القاعده الوحيده المخالفه لقاعده الفليكشن هي الني او مفصل الركبه. ليه يا دكتور؟ علشان مفصل الركبه لما نعمله لورا كده، لما نجرب البوستيريور سيرفيس، هنا البوستيريور سيرفيس نرسمها، نكتب لك دي البوستيريور للبوستيريور سيرفيس بتاع الساي، يبقى ده اسمه فليكشن. ليه يا دكتور؟ مين الشاطر بقى اللي يقول لنا؟ لما كان كده يعني اكستنشن، كان مفرود. لما كان كده اسمه فليكشن يعني التنى. عشان التنى يا دكتور؟ صح، ماشي. عايزين سبب تاني. لما كنا كده، الناس اللي شاطره في الرياضه حبه ونص، كانت دي كام درجه؟ الزاويه دي كام درجه؟ 180 درجه، عشان على استقامه واحده، والحته دي خط مستقيم 180 درجه. طب وكده كده بقت شكلها 90 يا دكتور. شاطر كده، برافو عليك، كده انت فهمت، كده انت ايه، كده انت بقيت زي الفل. يبقى كده الركبه ده عاملينها في الايه؟ في الفليكشن. نعمل لك بقى الايد اكستنشن عشان ما تزعلش، عشان الركبه لو عملناها سيبناها اكستنشن هيبقى في وضعها الطبيعي. طب ما كده برضه في وضعها الطبيعي يا دكتور. فيتصدق صح. طيب تمام، بس احنا قلنا يا دكتور ان احنا نخلي الركبه فاضل اكستنشن. نعمل لها اكستنشن ازاي؟ او نفردها ازاي؟ نفردها كده، لما تبقى فارد رجليك كده انت عامل لها اكستنشن. يعني الوضع الطبيعي تقريبا نقدر نقول عليه اكستنشن، نقدر نقول عليه اكستنشن. انتوا بقيتوا دكاتره، انتوا كده بصوا بس الدنيا هتبقى معاكم ايه زي الفل ان شاء الله يعني. طيب ده انسان رسمينه بنص جسم، معلش هنكمل اهو، خلي ايدي جنبه كده. طيب يا دكتور رسم لنا الانسان دي ليه بقى؟ بص يا دكتور، اول حاجه احنا خدنا نتني ونفرد. طب نبعد، لو احنا عايزين نبعد رجلينا، نبعد رجلينا عن جسمنا، نبعد الرجل عن الجسم، لها اسم. طب عايزين نبعد ايدينا عن جسمنا، لها اسم. الاثنين الحمد لله لهم نفس الاسم، الحمد لله. طب الابعاد اسمه ايه؟ ابعاد نبعد رجلينا. ما حدش بيعمل كده غير الناس اللي في السير. المهم نبعد رجلينا يبقى اسمها ايه؟ نبعد رجلينا دي اسمها ايه؟
اكتبها لنا يا دكتور معلش. اسمها نبعد. نب عشان دي بالناس بتنساها وبتوه فيها. نبعد يبقى بالبي اب. نبعد ابعاد بالباء يبقى ابعد. ابدكشن يعني ابعاد. ابدكشن. طب يا دكتور والايد زي نفس الكلام؟ الايد نفس الكلام. طب يا دكتور ماشي. طب انت راسم لنا الايد ليه طالما هي نفس الكلام؟ عشان نبعد كده الايد بعيده. عايزين نجربها بقى. التجريب له اسم في العربي اسمه اضافه. تضيف يدك الى جنبك. حلو. اضافه يعني ايه يا دكتور؟ اضافه اهو هنضيفه. استنى ما نرسمها. اضافه يعني عشان لما اجي اقول لك ابعت لي اد على الفيسبوك، ابعت لي اد، اعمل لي اد هي اسمها اد. اضافه يعني اد. ابدكشن الابعاد بالبي والاضافه بالدي. اضافه بالدي اد. ابدكشن يعني ابعاد. ابدكشن يعني تقريب. طب حلو يا دكتور ماشي. نخش على الحركه الثالثه والرابعه. او كده كام؟ ادي 2 4 كده الخمسه والسته. يعني ايه اللي انت راسمهم الاول دول يا دكتور؟ لو اعتبرنا يا جماعه ان دي حته ثابته واحنا بصين لها من الجنب، القطعه دي لو جبنا قطعه ثانيه هنا وحركناها بالنسبه لها قدام تطلع قدامها يبقى لها اسم. حركت ليه قدام مش انتيريور. هنا بقى مش انتيريور ولا فورورد. كل ما تاخدوا حاجه هتلاقي الطب الدكاتره جايين يغيروها. الدكاتره دول ربنا يهديهم. يبقى ده اسمه ايه؟ هنعرف اسمه. طب يا دكتور افرض هو بقى ما جاش قدام وراح راجع لورا. طب لو رجع لورا يا دكتور يبقى اسمه ايه؟ حلو. سالتني اقول لك. مش انت سالتني اقول لك. طلع لقدام نكتبها هنا اهو. عامل لك سهم حلو خالص نكتب عليه اهو. الى الامام يعني برو تراكشن. يعني يطلع لقدام. برو تراكشن. مش يقول لك النسخه الحديثه والاصدار الحديث بيبقى برو. اعتبره كده الحديث يعني المتقدم يعني برو. يبقى برو تراكشن. طيب اتجاه اللي ورا دي اسمه يا دكتور لورا يعني ايه؟ الناس اللي بتسوق عربيات هتلاقي مكتوب في العربيه حرف الار عشان يرجع لورا. العربيه لما تيجي ترجع لورا بيقولوا ايه؟ ريفيرس يعني يرجع. تيجي تقول له ريفيرس يقول لك لا ماليش ريفيرس والله كان على عيني. طب اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها ريتراكشن. الحمد لله سابوها. المهم ان هم سابوا الار يبقى اسمها ريتراكشن. يبقى الى الامام برو تراكشن. يبقى ورا يعني ريتراكشن والى الامام برو تراكشن. طب تمام. لو اعتبرنا بقى ان دي واحد واقف بظهره مدينا ظهره وحب يرفع حاجه في جسمه. لو حاجه هتطلع لفوق دي لفوق مش لقدام او لورا. الفوق هتطلع الى اعلى او هتنزل الى اسفل يبقى اسمها ايه يا دكتور؟ هل لها اسم اصلا ولا الحمد لله سابوا لنا حاجه ما سموهاش؟ لا سموها ايه بقى يا دكتور معلش؟ ايه لو الحاجتين دول طلعوا مع بعض او لو حاجه فيهم طلعت لفوق انك تشد حاجه لفوق اصلا اسمها ايه؟ اليفيشن. اسمها اليفيشن. ده كله رسم كروكي يا جماعه. هنعرف دلوقتي هوريكم الرسم الحقيقي وهجيب لكم كمان انيميشن والدنيا حلوه خالص بس ركزوا معايا. طيب الى اسفل يعني يا دكتور يقول لك انا نفسيتي في الارض عندي اكتئاب يا اخي يعني ديبريسد او ديبريشن. عندي ديبريشن يبقى ينخفض يعني ديبريشن. طيب لسه ما خدتوش قلبه يعني ايه؟ بس قلبه يعني المرفق او الكوع. احنا في العمليه بالكوع هي اسمها في الفصحى مرفق. وهنا كمان شايف راسم لك زاويه عشان يقول لك لما الزاويه تبقى مفروده كده اكستنشن. يبقى هو الطبيعي اكستندد اصلا اكستنشن. كلام محترم. يقول لك اوبن ذا جوين افتح المفصل. اوبن ذا جوين. يقول لك الزاويه لارج. خلي بالك عشان الحاجات دي بتيجي ام سي كيو. الزاويه بتيجي ام سي كيو. يقول لك لما التو انتيريور سيرفيس لما ده انتيريور وده انتيريور يكونوا بعاد عن بعض جامد تقول له اسمها يا دكتور اكستنشن. طب يا دكتور كده الانتيريور سيرفيس اهو والانتيريور سيرفيس الثاني اهو ده قراب خالص يا دكتور. كمان زاويه حاده يبقى دي اسمها فليكشن. وقلنا ان قلبه يعني مرفق او كوع. يقول لك اقفل المفصل. اقفل الجوينت يعني مفصل. اقفل المفصل. يقول لك الانجل بتبقى سمول. الزاويه بتكون صغيره. طيب تمام. ده وش الانسان. ده وش صدره لما يكونوا قراب من بعض اسمها فليكشن. كده اكستندد مفروده. طب وكده يا دكتور يقول لك انت عالم مأفور. دي اسمها اوفر اكستنشن. طب ودي كده اسمها فليكشن ودي اسمها فليكشن بس دول درجتين مختلفين. يبقى دي فليكشن ودي فليكشن. اللي هو فليكشن اكتر فيهم دي فليكشن اكتر فيهم. اللي هو ده اكتر ده اقل. تمام. الالبو اكستندد في الثلاثه. خلي بالك الالبو هنا مش بنتكلم عليه. هنا بنتكلم على الشولدر اللي هو الكتف. يبقى كله هنا اكستندد اهو مفرود. كله مفرود. اللي هو بيتكلم على مفصل ايه؟ الكتف. مفصل الكتف كده فليكشن. ليه؟ عشان الزاويه قلت. الزاويه بينه وبين الراجل
الرقبه او بين الذقن او بين الوجه، قال لك وش دراعه جرب لوشه، دي لسه رايح في السكه. طب لما يكون هنا ويرجع لورا دي كده عمل اكستنشن اهو. قال لك الالبو جوينت كده فليكشن، كده ممكن نقول نص فليكشن نص ثانيه كده اكستنشن. طيب دي الريست، هنا اسمه مفصل ايه؟ الريست جوينت. الريست دي مشهوره، الريست يقول لك تلعبني ريست اهو، دي الريست جوينت. كده جربنا الوش بتاع الايد البال من الوش بتاع الفور ارم، وجللنا الزاويه استنى ما نمسح، وكمان جللنا الزاويه، فمعنى كده ان دي اسمه فليكشن. طب وكده اكستنشن، هو كده اكستنشن. طب وكده اوفر اكستنشن. طيب الهيب جوينت دي يعني ايه؟ يعني مفصل الورك او مفصل الفخذ، تمام؟ مفصل الفخذ الهيب جوينت كده اسمه فليكشن عشان وش الرجل بيروح. يا دكتور مش هنعكسها زي الركبه؟ لا، الركبه بس هي الوحيد المخالف، الركبه هي الوحيد المخالف. طيب يبقى اسمه فليكشن كده اكستندد عادي خالص، عشان كده دي اصلا في الاناتوميكال بوزيشن، فاكر كده اوفر اكستنشن مرجعها ورا جامد، كلام محترم. طب الركبه كده بقى الركبه فليكشن، كده راحه للفليكشن، كده فليكشن، كده في النص بين الفليكشن والاكستنشن كده، وكده برضه هنقول عليها فليكشن، كده اكستنشن او اكستندد، مفيش اوفر اكستندد بقى هتتكسر للاسف. طيب كده احنا خدنا ايه؟ خدنا الفليكشن اكستنشن، ادكشن ابدكشن، ريتراكشن وبروتراكشن، اليفيشن وديبريشن. حلو. طيب بما اننا خدنا كل الحركات دي، الابدكشن والفليكشن والاكستنشن والادكشن، احنا لو جينا بصينا لجسم الانسان كده مثلا من الجنب وعملنا دايره كده اللي الايد هتلف فيها اللي اسمها سيركمدكشن، يعني حركه دائريه. الحركه الدائريه دي مكونه من 4 حاجات، 4 حركات: الادكشن يعني تجربها من الجسم، الاكستنشن تبقى مفروده، الفليكشن تبقى مجربه، الابدكشن يعني بعيده. لو قلنا ان المفصل بتاع الكتف هنا وهيلف في حركه دائريه، لو قلنا ان دي قدام هنا تبقى ايده معمول لها فليكشن، يرفعها لفوق يبقى بعد يبقى ابدكشن. طيب هيرجعها لورا، احنا قلنا هنا فليكشن يبقى هنا اكستنشن عكس الفليكشن. طب لما ينزلها تحت، قلنا لما طلعها لفوق عمل ابعاد، يبقى لما ينزلها لتحت يبقى عمل تقريب او اضافه، ادكشن. تمام. طيب خدنا كده الحمد لله الحركه الدائريه، وده اصعب حركه فيهم، الفليكشن والاكستنشن والادكشن والابدكشن، اليفيشن والديبريشن. ماشي، نجيب لك اليفيشن والديبريشن. يقول لك ايه؟ هو ده عمل ايه؟ رفع الفك السفلي بتاعه رفعه لفوق يبقى عمل له اليفيشن. طيب واللي نزله لتحت ده عمل له ديبريشن. طيب دي طلعه لقدام، طلع الفك لقدام، بروتراكشن. طب لورا عمل له ريتراكشن. ايدي بقى يا دكتور، خلاص قلنا ان ابعاد يعني ابعاد، ابدكشن اضافه يعني ادكشن. طب ايدي بقى يا دكتور، احنا اعتبرنا ان ايد الست دي متنيه نص ثانيه وبصلنا لقدام، بصلنا كده، فهي عامله ايديها في وضع الاناتوميكال بوزيشن، بس اللي هو زي الراجل المحترم دي كده الاناتوميكال بوزيشن، بس تاني ايده شويه، تاني القلب شويه، تاني الايه المرفق شويه، وراحت لفاها لجوه. لفاها يعني ايه؟ روتيشن او روتيشن. طب الى الداخل قلنا ممكن نقول ميديال عشان ناحيه المنتصف، ممكن نقول انترنال. طب لو عملت نفس الحركه وراحت مطلعاها لبره قلنا الى الخارج يعني اكسترنال او لاترال، الى الخارج لاترال او اكسترنال. روتيشن يعني او روتيت او روتيشن. دي بقى جاب مشط رجله ده اهو وراح مطلعه لبره كده، يبقى عمل له ايه؟ لاترال صح؟ روتيشن، لف. طب لو جاب رجله دي وراح مدخلها لجوه يبقى عمل له ميديال روتيشن. كده احنا عدنا تاني على الابدكشن والادكشن، قلنا يعني ايه انترنال او ميديال روتيشن، واكسترنال او لاترال روتيشن. تمام زي الفل. وعرفنا يعني ايه اليفيشن، يعني ايه ديبريشن او امثله عليهم، ويعني ايه ريتراكشن ويعني ايه بروتراكشن. واللي بيعمل نفس الحركات ده هي برضو نفس الحركات دي بيعمل اليفيشن وديبريشن وريتراكشن وبروتراكشن. مين؟ الشولدر بيعمل نفس الحركات دي بالظبط. الشاطر بقى هسيب لكم يوزر على التليجرام ان شاء الله، الشاطر اللي هبعت لي عليه الصور بتاعت الكتف وهو عامل اليفيشن وديبريشن وبروتراكشن وريتراكشن. طب احنا خدنا بقى شويه حاجات متعلقه بالاعضاء ككل. في حاجه مميزه، مش احنا خدنا ان في الرجل بال ودورزم وفي الايد بال ودورزم، ففي حاجه مميزه برضو في الايد في القدم والكف ولا مفيش؟ قال لك في رجلك لما هي وضعها الطبيعي تبقى كده، صوابعك هنا كده في الحته دي، لما تخش لجوه تبقى عملت مش يعني للداخل، فيرجن يعني دخلت لجوه. طب لو طلعت لبره يعني فيرجن، يبقى للداخل وعكسها فيرجن،
للداخل وعكسها ايفيرجن. تمام. طب البالم، احنا مش المره اللي فاتت خدنا السوباين يعني نام على ظهره وباصص للسقف عشان السقف فيه اس والسوباين بالاس، صح؟ فالسوباينيشن هو انك تخلي بطن ايدك للسقف، مش السوباين بوزيشن كنت بتخلي فيه الفيس بتاعك وشك للسقف وبطنك للسقف، او ممكن نقول وش الايد او بطنها الى السقف، يبقى ده اسمه سوباينيشن. طب لو البالم هو اللي تحت الدور زي ما قلنا فوق اللي نام على بطنه وظهره للسقف، برونيشن. البي بطن، فاكر البطن اللي نام على بطنه بحرف البي، يبقى البرونيشن بطن الايد لتحت. المسلمين بقى عندهم حركه مهمه كده، بيجيبوا الصنب قلنا الصنب ده خدناه المره اللي فاتت صح؟ الصنب ده التب بتاعته هتلف على التب بتاعت بقيه الاصابع. طب تحبوا تعرفوا اسامي الاصابع؟ الصابع الصغير، صغير يعني ليتل فينجر. الصابع ده هو اللي بيتلبس في الخاتم صح؟ يبقى اسمه الرينج، عقبال ما نلبس الخاتم كلنا رينج فينجر. والصابع ده اللي في النص، وخدنا اللي في النص يعني ايه؟ ميدل فينجر. طب والصابع ده هو سبابه، ده اسمه ايه؟ اسمه اندكس. ولما يقول لك ان الصام بتبقى في صام تروح تلمس تب اي صابع من الصوابع او اذر فينجرز، يبقى اسمها او بوزيشن. او عشان بيعمل حرف او، استنى نمسح لك عشان تشوف حلو، اسمه او بوزيشن عشان بيعمل حرف الاو بايده وهو بيسب او بوزيشن. طيب يبقى الموفمنت اسمها فليكشن يعني ثن، نكتب لك عربي اتني افرد. طيب اضف، ابعد، واخد بالك معايا؟ ابدكشن. برو يعني متقدم او الى الامام، برو تراكشن الى الخلف، ري تراكشن يرفع، اليفيشن ينزل، ديبريشن. ميديال يعني الى الداخل، لاترال يعني الى الخارج، روتيشن يعني دوران المفصل الخارجي او الداخل، داخل يقرب، خارج يبعد. سوباينيشن قلنا يبقى يخلي البال من ناحيه السقف، البرونيشن يخلي البطن اللي تحت، يبقى بالم السقف او بطن الايد ناحيه السقف، وبرونيشن يعني يخلي بطن الايد الى اسفل. طيب انفيرجن قلنا دي الخاصه بالفوت. شاطر اللي قال شاطر. ان يعني للداخل انفيرجن. طب ويفيرجن يعني للخارج. تمام. سيركمبكشن يعني حركه دائريه. اوبوزيشن، او علشان بيعمل حرف او وهو بيسبح بالتيب اوف صم، اوبوزيشن. خدنا ساجيتال بلين، الكرونال بلين، الترانسفيرس بلين، وخدنا ان الساجيتال هنكتب لك هنا بقى اختصار، اختصار بسيط، باص anterior to posterior، والساجيتال بيعمل divide to right and left، بيقسم الانسان للرايت وليفت. رونال اهو بيمشي من الجنب للجنب اهو، side to other، وبيقسم الانسان divide اهو عشان تبقى واضحه، divide to anterior and posterior. طب والترانسفيرس ده بيكون برايت انجل على كنت اكتب على بالعربي on other planes، بيقسم الانسان divide to، المفروض هنا هيومن في كله، بيقسم الانسان الى upper and lower، وكمان ممكن يمر باي فقره any level of vertebra. تمام. فانا فليكشن لسه جايين حاجات هنعيد من باب ما تكرر اي يعني ثبت. فليكشن يعني ثاني، نخليها بالعربي بقى يعني فرد او مد، تمد ايدك او تفردها. اد يعني اضافه. اب يعني ابعاد. برو تراكشن، برو يعني الى الامام. ريتراكشن يعني ورا او الى الخلف، ليفيشن يعني يرفع الى اعلى. ديبريشن يعني منخفض الى اسفل. ميديال يعني ناحية المنتصف. لاترال يعني ناحية الخارج. لاترال روتيشن يعني دوران. سوباينيشن قلنا يعني يخلي البال إلى أعلى سوبيريور. أما البرونيشن يخلي البال أو البطن إلى أسفل، ينام على بطنه. برون لو أنت فاكر، سوباين لو أنت فاكر. انفيرجن يعني للداخل إلى داخل. ايفيرجن يعني إلى الخارج. سيركم جاي من سيركل اصلا، واخد بالك؟ سيركمدكشن. اوبوزيشن يعني حركه التسبيح. بس كده هجيب لكم الفيديوهات بس تشوفوها ان شاء الله، مش نكمل 5 دقائق. بصوا يا شباب ده حركه ايه؟ ديفليكشن اهو، بيجرب الوجه بتاع الايد للوجه بتاع الساعد للوجه بتاع العضد، الارم والفور ارم، هو بيجرب الوجهين لبعض من زاويه اخرى للرؤيه. دي انت باصص من قدام، ظهر ايده بيظهر لك، احنا بنتفرج بس من كل الزوايا. هنا بيجرب اهو، بيجرب دي من الناحيه الثانيه، يعني كنا باصين من بره دلوقتي باصين من جوه، كنا باصين لاترال دلوقتي باصين من ناحيه ميديال. دي اسمه ايه بقى؟ الايد بتتفرد اهي، شايف الزاويه بتكبر ازاي؟ بص الزاويه بتكبر ازاي، بص شايف الزاويه بتكبر ازاي؟ ايوه، واسمه دي اكستنشن. دي
اسمه اكستنشن، ده اسمه اكستنشن هجيبها لك من زاويه ثانيه، اسمه اكستنشن. اسمه ايه؟ اكستنشن. ده اسمه اكستنشن عشان الزاويه بتزيد اهو. الوجه بيبعد عن الوجه. دي بقى ايه؟ الميديال روتيشن. ميديال روتيشن. الايد بص بص تروح داخله لجوه، تروح داخله لجوه، يبقى اسمها ميديال روتيشن. ميديال روتيشن. ميديال روتيشن، الايد بتدخل لجوه. هنجيبها من زاويه ثانيه برضه اهو، زاويه ثانيه كده. شايفين؟ بص شايف العظمه دي بتلف ازاي؟ شايف العظمه دي بتلف ازاي؟ غير انها بتتحرك لقدام سنه بتلف، واخد بالك؟ بص الحته اللي مش باينه ورا دي بتبان ازاي؟ بص بتبان واحده واحده اهي. تمام. جبنا زاويه ثانيه. ها، كف ايده ومفصل ايده بيجرب الناحيه دي، بيجرب الناحيه دي، كلها زاويه مختلفه لنفس الشيء. يلا اللي بعده. ايه ده؟ ميديال روتيشن؟ لا، لاترال روتيشن. ليه بقى؟ علشان هو بادئ من هنا تقريبا من المنتصف او كمان من قبل المنتصف. المفروض ان الاناتوميكال بوزيشن الطبيعي الايد المفروض تبقى هنا كده ومفروده. طب لو هتتنيها هتبقى في الحته دي كده. بص بقى هي بتبدا منين؟ بص دي البدايه اهو. بص بيطلع لبره ازاي؟ بص بيروح ناحيه ورا، ناحيه بره، لاترال. الله عليك يا دكتور، الله عليك لما تجيبها لنا 3 دي كده انيميشن. يا بص جنان. هبعته لكم على التليجرام ان شاء الله كده من زاويه الجنب كده، من جايبينها من لاترال فيو، باصين من الجنب. شايف الايد بترجع لورا ازاي؟ الدراع بيرجع لورا اهو. بص بقى، بص من قدام كده، من قدام طالع لبره او راجع لورا. الحاجات دي هات اخوك وقول له اعمل. هبص هتتكيف. بص دي بقى، بص هو كان بادئ منين؟ بص كان بادئ منين؟ كان بادئ من هنا، من فوق ازاي؟ بيعمل ايه؟ تقريب. بيبقى بيعمل ايه؟ اد. بيعمل اضافه. بيعمل ايه؟ اد. يبقى كان بادئ منين؟ كان بادئ من فوق وبيجرب، يبقى اسمه اد. كلام محترم. بص شايف الانترفيو؟ بص من هنا، بادئ من هنا ونازل، يبقى بيجرب للجسم. بيجرب للجسم. بص بيجرب للجسم، يبقى اسمه ايه؟ اد. يضيف. ادكشن. تمام. اللي بعده. بص بقى، دي بادئ من اسفل، اساسا هو جاي من هنا كده. شايف وكمان العضله اللي بتشده من فوق، يعني بتشده لفوق. لو خدت بالك بص العضلات اللي هنا بتشد من تحت ازاي؟ بص بتشد من تحت عشان تجيبه هو فوق، فبتجيبه لتحت، بتجربه للجسم، واخد بالك؟ اهو شايف دي بادئ منين؟ بادئ من هنا كده، واللي بيشده من فوق بيرفعه لفوق، يعني بيعمل له ايه؟ ابعاد عن الجسم. قلنا ابعاد. ابدكشن. كلام محترم. هات لي بقى من انتيريور فيو يا دكتور لو سمحت. ايوه. شايف هو كان بادئ من هنا. بص راح فين؟ يبقى عمل ايه؟ ابدكشن. دي بقى ايه؟ انا هخليك تتفرج عليها مره، والشاطر اللي هقولها بجد. دي حركه ايه؟ الايد بتطلع لفوق. بطن الايد، استنى وقف يا دكتور لو سمحت. بطن الايد كان لتحت. شايف بطن الايد عامل ازاي؟ بطن الايد فين؟ لتحت ازاي؟ هيحصل فيه دلوقتي ده بيطلع لفوق. يبقى اسمه ايه؟ لما بطن الايد يبص للسقف يبقى اسمه ايه؟ سوباينيشن. صح، سوباينيشن. يبقى ده نوقف هنا نقول ان ده سوباينيشن. يبقى ده اسمه ايه لما تطلع لفوق كده؟ يبقى اسمه سوباينيشن. بالظبط كده، سوباينيشن. يبقى ده سوباينيشن. تمام. كمل يا دكتور معلش. اوبا، ايه دي بقى؟ ركز معايا. ممكن نقول ان دي كده بيعمل سوباينيشن. طيب هيجي يلفها تاني يبقى كده بيعمل ايه؟ طب كمان شويه كده سوباينيشن. يبقى ممكن نوقف هنا، استنى دقيقه واحده يا عم. ممكن نقول ان لما يعمل كده لفوق يبقى اسمه سوباينيشن، ولما يلف دراعه كده لتحت يبقى اسمه بيعمل ايه؟ برونيشن. يبقى بيعمل ايه؟ برونيشن. وسوباينيشن وبرونيشن. لو بيلف البطن الايد لفوق يبقى اسمه سوباينيشن، بيلفه لتحت يبقى اسمه برونيشن. تمام. كمل يا دكتور. ايه دي بقى الحركه دي؟ بص ركز معايا، هجيبها لك من كل الزوايا دلوقتي. ركز معايا، انا بتفرج معاك اهو. ركز معايا. الحركه دي اسمها ايه؟ يا دكتور. الحركه دي اسمها يا دكتور اوبوزيشن. بيسبح اهو. صح. بص ده بيعمل ايه؟ بص بيرفعه لفوق، يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه elevation. elevation. عايزين الدبريشن بقى يا دكتور. شايف دي بيشده من تحت اهو، يبقى دي بيعمل له خفض. ديبريشن. بينزله لتحت اهو. بريشن اهو كده بيعمل ديبريشن. حلو خالص. يبقى دي اسمها ديبريشن، بيشده من تحت اهو. ده بيعمل له ايه بقى؟ بص بيطلعه قدامه ازاي؟ بص شايف السنان طلعت قدام ازاي؟ يبقى ده اسمه بروتراكشن. صح، يبقى ده اسمه بروتراكشن الى الامام. بروتراكشن متقدم يتقدم. بروتراكشن. دي بقى اسمه بيعمل له ايه؟ بص بيرجعه لورا ازاي؟ بص ويرفعه لفوق، بيرجعه لورا ويرفعه لفوق. اسمه ريتراكشن. اسمه ريتراكشن. الله عليك، ريتراكشن. شاطر. ريتراكشن. صح كده زي الفل. بس كده كفايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.